يا نهار اسود، يا نهار اسود، انا قلبي واقع في رجليا. تفتكر البنت ماتت؟ ماتت يا لؤي ماتت؟ معرفش ماتت ولا اتنيلت. المهم ان احنا خرجنا منها، يا رب ما يكون حد لقط نمرة العربية. لا الدنيا كانت كحل، الدنيا كانت هصه ما فيش حد شافنا، ما حدش لقط نمرة العربية، ما حدش. بقول لك ايه، انزلي خدي اي حاجة البيت. انت اتجننت؟ انت هتنزلني هنا؟ مش لازم يكون حد لقط نمرة العربية ويعرف بيتك فين. طب انت هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ هروح اتلقح في اي حتة لغاية الصبح. طب يعني ما لقيتش غير الحتة المقطوعة دي اللي تنزلني فيها؟ يا ستي انزلي بقى، هتلاقي اي عربية جاية في وشك سوريلها هتقف لك. انزلي بقى، انزلي. اليوم الفصلان ده استر يا رب، جيب العواقب سليمه لاجل حبيبك النبي يا رب. فين عم زغلول يا ام فاطمه؟ في ايه؟ عم زغلول بينا يا رب. نعم يا ابني، في ايه؟ عسكري واقف تحت مع المعلم شلوفه بيسال عليكم، ولما سالناه عايز ايه؟ قال ابله فاطمه خبطتها عربيه. يا لهوي، بنت ضاعت يا بالراحة زغلول. بالراحة يا ست، بنت بالراحة. ضاعت. اهدي بالله مش كده. هي فين دلوقتي يا ابني؟ ما اعرفش يا عم زغلول، تعالى وانت تعرف منه. يلا لا يا حول ولا أخوي. قوة إلا بالله. البنت يلا يا هتعمل ابني، لنا يلا يا إخواتي. ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بنتي. هات الباب وراك يا ابني. يا ترى هات الباب جرالك وراك يا إيه؟ ابني. حقك عليا يا مطر، ما تزعليش مني. ولا يهمك، خلاص انا اتعودت على كده. هعمل ايه بس؟ اعمل ايه بس يا مطر؟ انا فتحت لك قلبي يا مطر اكتر من 20 مرة علشان تفهمي وتقدري اللي انا فيه. انا عارف ان انا بغلط في حق كتير، بس معلش استحمليني غصب عني. ايه هتقولي برضو فش غل وحلاوة روح؟ ابويا هيجنني، مش عارف اعمل معاه ايه. قلتلك قبل كده ابوك ما بيفكرش في حد غير في مصلحته وبس، ما صدقتنيش. قلتلك اني صدقت كل كلمة قلتيها، بس اعمل ايه؟ ابويا اتبرى منه؟ يا ريت نعرف. واللي مات ده ايه، مش اخوك؟ بقول لك ايه، اصطبحي على الصبح، انا مش ناقص كلامك ده على الصبح. يا براءة انا عاوزاك تعمل الصح. اموت واعرف ايه هو الصح. عاوزاك تعرف ازاي تكسب من اي خسارة، واذا كان خلاص ابوك كبر وعقله خف، يبقى انت عقلك صاحي وقلبك ميت، وتعرف ازاي تستفيد من الكل. صباح الخير يا باشا، المطلوب. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا باشا؟ انت متأكد ان محدش كان مراقبكم؟ انا نفذت الخطه بالحرف الواحد، يعني لو كان في حد ماشي ورانا يبقى زمان دماغه اتضربت في الخلاط. ده انا يا باشا اللي دماغي اتضربت في الخلاط من كتر اللف والهري والنكت. ما يصحش كده يا باشا، مش كل ما تبقى عايز تشوفني يعني هلف كعب داير كده والبس اللي يا بنت وطي صوتك، انت ما بتفصليش. يا اخويا بالراحه عليا شويه، ما تزقش كده. اخوكي اتكلمي عدل قدام الباشا.
لا مؤاخذه يا باشا، حقك عليا يا باشا، معلش. روح انت يا علي، حضر اللي اتفقنا عليه. الميعاد الليله. تحت امرك يا فندم. تعبت يا بت. طيب يا باي. اقعد يا سوري. تسلم يا باشا. هو يعني لا مؤاخذه يعني انتوا هتروحوني يعني ولا هتعلقوني؟ لا مش هنعلقك، هنروحك. بس انت قولي لي ايه اخر الاخبار؟ والنبي يا باشا انت عسل، طيب كده وحنين. انا برتاح قوي لما باجي اتكلم معاك، انت بتكلمني بهدوء. الباشا التاني على طول بيهب فيا كده زي القضا المستعجل، ما بيخلينيش اقول كلمتين على. خلاص يا باشا معلش انا اقول لك. الصراحه يا باشا نفذت كل اللي انت طلبته مني بالحرف الواحد، وكله تمام التمام، والراجل اطمن لي على الاخر. بس انت طبعا يا باشا يعني تفتح مخك معايا كده وتظبطني وتكلمني بالراحه، انا اجيب لك كل حاجه في الدنيا. انا طبعا الموضوع عندي مش موضوع فلوس، انا يهمني اخدمك طبعا بعناية واعمل لك كل اللي انت عايزه. ما دام انت بتعاملني كويس انا اديك. انا بس يا سوريا. ليه بس كده يا باشا؟ لسه كنت بقول عليك حنين وبتكلمني بالراحه. خلاص يا باشا. بص يا سوريا، ماشي انا جايبك النهارده عشان حاجه محدده. ماشي يا باشا، اوامر. النوح بيحضر لشغلانه جديده. ايوه. الشغلانه دي عباره عن ايه؟ ايوه. النوح هيجيب شويه ادويه. اه. شويه الادويه دول هيجيبهم باسم شويه اجزخانات. ايوه. الادويه دي سامه وخطره جدا جدا جدا. يا نهار اسود ومنيل، هيسمني؟ كده مش هيسمك لوحدك يا سوريا، كده يبقى ناوي يسمم المصريين كلهم. معلش يا باشا انا غبيه ما افهمش في الحاجات دي، والنبي معلش كلمني بالراحه. طيب حاضر. بالراحه والنبي يا باشا. ايه يا باشا؟ اديك نسيتيني اللي كنت هقوله لك. ولا يهمك يا باشا، نعيد من الاول. احنا كنا بنقول يعني ان انت طيب واحنا خلاص افتكرت. الحمد لله. افتكرت. بصي بقى، كل اللي انا عاوزه اسم اي اجزخانه من الاجزخانات اللي هتروح لها الادويه السامه الخطره جدا دي، ها؟ او اي معلومه عن ميعاد الاستيراد. طب لا مؤاخذه يعني يا باشا، وانا هعرف الحاجات دي ازاي يعني؟ احنا جايبينك هنا يا سوريا عشان نعرفك هتعرفي الحاجات دي ازاي. ماشي اذا كان كده ماشي. طب انت بقى لازم تظبطني دلوقتي كوبايه شاي كده وشويه سندوتشات كده عشان الواحد جعان برضو. بقول لك ايه يا باشا، والنبي انت حنين وجدع كده وطيب، وشك سمح وانا برتاح لما بتكلم معاك، والنبي تضحك. عيال ولاد حرام يا فندينا، خبطوا البنيه وجريوا زي الفيران. محدش لمح حد فيهم. يعني الشهود قالوا كلام كتير والحكومه بتحقق. افندينا يا بابا، معقولة كل ده يحصل لفوتنا؟ ما تقوليش انت مش عارف غلاوتها عندي. والله يا ابني اتلهينا، ومن ساعتها ما بتكلم روحها. الحمد لله. الا بالله. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الدكاتره بيطمنونا. ينفع اشوفها؟ طبعا يا ابني. الدكتور خرج اهو. طمنا يا دكتور. الحمد لله بقت احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يوفقك. خميس. هو الدكتور قال ما نتعبكيش، بس انا حابب اطمن عليكي واطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ انا كده بقيت كويسه الحمد لله، وان شاء الله كمان هتبقي احسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ انا مش عايزك تجهلي نفسك بكلام، انا عايزك تعرفي كويس ان غلاوتك عندي اللي عملها لا يدفع الثمن غالي. لازم نفوق كده، نرجع نذاكر عشان تطلعي الاولى تجيبي على نمر. ها؟ حدرجة بدلجة، حرموش غلموش مرهوش منتوش. الله هاي وحياة امك لو اوريكي شغل الحلق حوش بتاعك ده. جرى ايه يا ست شوق؟ مالك واخداني على الحامي كده وفايرة على اخر ياختش؟ بتلعبي بيا الكوره من ساعه ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش. اعمل فيكي ايه يا ست شوق؟ الحاجات دي ما تتاخدش قفش كده، ده شغل ارواح. بسم الله الرحمن الرحيم. حلهوش مرهوش منتوش، لازما صبر ونية صافية. وانا بقى اللي نيتي بني ان شاء الله. يا وليه حرام عليكي، هو انا حلت غير نيه؟
اسم الله عليكي يا حبيبتي، هو في زيك؟ ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعي طلعتي كده. خلاص يبقى ركزي مع أم شوية، راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليهولي، خلي الدنيا تتحرك شوية بدل ما هي واقفة ومحجرة كده. يا ولية حرام عليكي، ده انا طلع لي حب الشباب، خلصيني. حطيتي الحجاب في المكان اللي قلتلك عليه؟ لا ما قدرتش احطه في المكان اللي قلتيلي عليه، بس حطيته تحت المخدة اللي بينام عليها، بس ما حصلش حاجة ولا بيعبر أمي. قوليلي كنت طاهرة؟ ما أنا طول عمري طاهرة يا ولية. خلاص هتلاقيه جاي لك جاري ومتكعبل في عتبتك. متكعبل ازاي؟ بقولك بيعدي قدام باب الأوضة وكأني هوا، تقولي لي يتكعبل؟ هطلع له في الضلمة يعني ويحطوا له قلب طوب علشان يتكعبل على وشه؟ انت هتجننيني. اهدي بس واسمعيني. ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنتومة. ده اختبار من فوق ولازم انت بقى هده وتكني في اوضتك واستني، هتلاقيه جاي لك مخبط على باب اوضتك مقدم لك فروض الولاء والطاعه، وابقي ادعي لي. اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه، عشان الدعوه تجوز. هاتوا الكوز وسيب العجوز، هاتوا الصغير اللي محير. اوعى وحياة امك لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده لا هكون مبلغه عنك بنفسي، عارفه؟ ده انا اللي هسلمك بايديا دول، وساعتها بقى وريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه، وفطره بفطره بقى. الله حي. ما تخلي مراتك تسيبها من حدودة حنتومة دي ولية نصابة واكلة بعقلها حلاوة. هي بتفك عن نفسها شوية يا حاجة، انت عارفة انها مقطوعة وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتومة. مالك يا اخويا؟ بقالك مدة كده مش عاجبني. سهلت عليك العافية يا حاجة. لا انا حلو، طمني كويس. اوعى تكون اتقدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح. انا مش قصدي اصغرك، لكن عايز اكبر خميس. ما تفرقش يا حاجة، كله محصل بعضه. تبقى انت زعلان من كده؟ او ازعل من ايه؟ الله، ما هي دي الحقيقة يا حاجة. خميس هو المعلم، محدش يقدر ينكر، وهي بانت. يوم ما سابنا بقينا في النازل وانا ما قدرش اسد مكانه. ظاهر ان انا كبرت وما بقتش حامل السوق. ما تقولش كده يا ابو سنه. ما اقولش كده ليه؟ الله، ما هي دي الحقيقه، هننكر؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا يا حاجه، ده يبقى طمع حتى. ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه. ويخليك يا اخويا، خليك مع خميس. خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف، اوعى تخلى بيه في يوم من الايام يا ابو سنه. خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق. البدل دي كلها تلميها وتحطيها في اي مخزن، ولو انها غاليه عليا، بس خلاص ما بقاش ليها لزوم. بنت يا بيسه، مالك مسهمه كده ليه؟ عايزاني اعمل ايه يعني يا ابله؟ تفرحي لي يا عيون قبلتك بدل ما انت قلبه خلقتك كده. ربنا اعلم انا فرحانه لك قد ايه. ما هو باين على وش امك. صعبان عليا يا قبلتي شغلي معاكي، هرجع تاني اتبهدل واتمرمط في ايد اللي يسوى واللي ما يسواش واللي تصفري لي واللي تزرقي لي، وانا ماليش غير ربنا وانتي. يا بنت لو باقيه عليا سيبك من الكار وتعالي اقعدي معايا في بيتي خميس، اهو منك تساعديني ومنك ترتاحي من الهم ده. ده كارنا يا قبلتي ومعرفش غيره. يا عبيطه، هفشه في ايه يعني؟ مرمطت الزباين وهلفطت السكاره وبلاوي الليل. الست مننا تتمنى ايه غير بيت يلمها ويحميها من كلاب السكك اللي عايزه تنهش لحمها. ده مقدر يا قبلتي ونصيب ومكتوب على الجبين. المكتوب عمره ما كان حاجه وحشه، اي حاجه وحشه بتحصل لنا احنا اللي بنروح لها برجلينا. يا بنت ده مفيش اطيب واحن على الغلابه اللي زينا من ربنا. يلا يا بيسه، يلا اختاري لي احلى فستان فيهم عشان اروح بيه الحفله مع سي خميس. حفله مين؟ ناس كبار قوي، وخميس قال لي هخش انا وهو دراعي في دراعه، وهيكون اول اعلان لجوازنا قدام الناس كلها، واول خطوه ليا على سلم العز وراحه البال. قد كده انت فرحانه بجوازك من سي خميس؟ فرحانه بس ده انا حاسه ان الدنيا مش سايعاني من الفرح، كاني بتولد من جديد، واخيرا بقى ليا اهل بعد ما عشت وحدانيه، وكنت هروح في طيس ولا حد كان هيزعل عليا. ويا سلام بقى على حته عيل اشيله في بطني 9 شهور واشوفه كده بيكبر قصاد عيني، واحس ان اخيرا بقى ليا حس في الدنيا. ربنا يسعدك يا ستي وعقبالي يا رب، عقبالي. يكش يكون جمعه بلاش خميس.
مدام كرامة، العصبية عمرها ما كانت حل لأي مشكلة. اللي عندك ده حالة نفسية مؤقتة، واحنا خلاص حلولها قربنا منها. أنا حاسس وعارف إنك تعبتي، لكن صدقيني رجوع صوتك ده مش مرتبط بحالة معينة، ده بس عايز شوية تمرين وإرادة منك. تاني هنرجع لموضوع الخلفة ده. خلي أملك في ربنا كبير، ما أنا قلتلك مش وقته. وبعدين أنت مستعجلة على إيه؟ أنت لسه صغيرة. جوزك مش فاهم ماله. ما أنت لازم تصرحيني يا مدام كرامة. يعني هي مش حاسه بنفسك انك ست؟ انت مش ناقصك اي حاجه، لازم هو يفهم كده. ومساله صوتك دي قلتلك دي حاله نفسيه مؤقته وهتزول. واذا كان هو اللي ضاغط عليكي بالشكل دوت، يا ريت تبعتيهولي هنا العياده اقعد معاه وافهمه. خلاص بلاش. بس عايز اسالك سؤال، العلاقه الزوجيه يعني العلاقه الخاصه بينكم طبيعيه ولا مفيش كسوف بين المريض والدكتور بتاعه؟ لازم اعرف عشان اعرف اعالجك. يعني ايه، مشغول ولا مش عايز؟ يعني ايه مخنوق منك بسبب اشاراتك دي مش اشارات صم وبكم، دي مجرد علامات عشان تتواصلي بيها مع اللي حواليك. مدام كرامه لازم تعرفي انت مش خارصه، انت عندك مشكله نفسيه مش اكتر وهتزول. اكيد في امل طالما ربنا موجود، بس المهم ان انت تساعديني. اهدي يا مدام كرامه عشان نكمل الجلسه. شفاعة هو المسؤول عن توزيع البضاعة دي، ومش عاوز أي غلطة المرة دي. كفاية قوي إن إحنا خسرنا واحد من أهم رجالتنا، وقبل ما ندعي لأي واحد فيكو هنكون قاريين عليه الفاتحة. يعني المرة دي الغلطة بقبض روح. أنا بس آسف لك يا حاج، وبحقي نفسي ليك قدام الرجالة دي كلها. شفاعة، أؤمر يا كبير. براح يبقى تحت إيدك. أنت بتقول إيه يا حاج؟ يعني واحد من صبيانك لو طاعك اديله الأمان، لو خلف دمه حلال. يا كبير خلص الكلام. يلا يا رجالة، ربنا معاكم. حصل يا كبير. بقول لك يا شو، انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي. فكرة ايه دي اللي هتريحنا؟ بقول يعني ايه رايك لو ايه يا راجل؟ ما تنطق. يعني لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا. ايه؟ ليه؟ ازاي؟ هم مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عن ده؟ او على الاقل انت تريحي دماغك من ضويه وانا برضو دماغي ترتاح. ما ينفعش، مستحيل. ليه بس؟ وشك قلب ليه؟ واحده في مكانك كان زمانها هتفرح، مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل. عايزني اخليك تتفرط في حقك؟ عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف، الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين حتى وابنها المحروس في السجن؟ ده انا بحبك وقلبي عليك. شو
في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي، مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك، ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي، اديني سرك. مش وقته شو، مش وقته. ابو سنه، واخرتها يا ابو سيدنا الدنيا عماله تكشملك وانت مسلم لها خدك ليه؟ مرتك جابشه في البيت وبتقول خايف على مصلحتك، وضاويه كل يوم تربيك شمالها زي الصفر اللي ملوش عازه، وتقول ده عهد بصبنا عليه. كل خطوه بيخطيها خميس في السوق لازم توقع على رقبتك، وارجع اقول لي انسى يا خال، انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينه؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ هو المعلم ابو سنه ماله؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده، اصلها بصراحه صغيره عليه، ولا مؤاخذه عافيه، وهو يعني مقطني. انت اتسطلت ولا ايه؟ خف تعوم ها؟ هو يا زوز ما يعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبه ها؟ هي وصلت للزريبه؟ هات يا اخويا نفس، هات. ولو عايز تاكل عيش تخرس خالص. يعني اخوك اختلف مع السواق التاكسي على الاجره ام قتله؟ بسيط. بسيطة ازاي يا ميدو؟ ده فيها اعدام. احكي لي كده، هو قتله ازاي بالظبط؟ سحلوا من العربية لحد وجهة ناس حبايبنا، وفي وسط الضرب راح غزه بمطوه، جت الحكومة راحت ماسكاه. وخدوا المطوه؟ لا، عيل من الورشة راح مسلكها بالحكومة من الطب. هو اصحاب الورشه دول حبايبكوا قوي يعني؟ ناس حبايبنا قوي ورجالة قوي، وتلاقيهم في وقت الزنقة. خلاص يبقى تاهت ولناها شيء. ازاي يا متر؟ احنا نعمل ورقه بتاريخ قديم ان الورشه دي ملك اخوك. حلو. ونشوف حكايه تانية بقى غير حكايه الاجره اللي بين اخوك والقتيل دي، حكايه فيها فلوس برضه. المهم يكون في سبب ان الراجل ده يروح على الورشه برجليه، ورشه اخوك، ونجيب شهود يشهدوا على كده، ودي بسيطه. حلو. ساعتها بقى يبقى الراجل طب على اخوك في ورشته، اختلف معاه على الفلوس، اتهجم عليه، تقوم القضيه تتقلب من قتل عمد لدفاع عن النفس، وبكده ينفذ اخوك من الاعدام وتأبي جنى الاكرام. حلو. يا ابن الايه يا متر؟ ده انت اللي حلو، ابوسك. لا تبوس ايه؟ كده الناس تقول علينا كلام مش حلو. ايه ده معقوله؟ في يا متر؟ لا مفيش، شويه ابقى ارجع لك. من باب الاحتياط حاسب على المشاريع. معقول ده انا قلت تلاقي الصنف مضروب ولا حاجه. معلم ابو سنه بدران الشواف خدامك.
منزلاوي. زمان لما كان ابويا يتخانق مع امي كان يسيب لها البيت وياخدني في ايده وينزل على اقرب خماره ويقعد يشرب والاخر يبص لي يقول لي الدوج، اقول له اه ويدوقني. اب ديمقراطي صحيح. لا ديمقراطي ايه، ده كان تعليمه على قده يعني. واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحه ما تبانش وامي تشمها لما نروح البيت. اصل امي دي كانت ايه؟ كانت شديده قوي قوي قوي، بس هو اللي كان حادف شمال. الظاهر كان طالع لي ولا ايه؟ طب ما تنزل له يا معلم، ده مهما كان ابوك برضه. ما طلعش شمال ليه؟ اذا كان كل اصحابه كانوا شمال هو يطلع يمين. اول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب اجل امي اما شافته في جيبه. ما كانش قادر يخبيه في حته متداريه شويه عن كده؟ وما ماتت حزنت عليها قوي قوي وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت اهو يا اختي وضربتني اول الم في حياتي. قلت سد خشمك، بطل عيط، ما تبكيش، بكى للحريم بس. طول عمرها شديده وقلبها ناشف، لا يتنيه ريح ولا يقلع حزن. لا يقلعه ايه، خليه مستور او مسطول. حلو. الله، انت كنت بتفتح كل يوم. مش عارف انا كنت مني انا مش انا توت ايه ده؟ اثبت. انت مين يا خميس؟ ايه خميس؟ انت عارفني؟ الله، انت خميس عارفني تقوم تسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبنجه دي الاول. طبنجه؟ يا طالما دي طبنجه بقى يبقى انت الخال. امال انا بقول لك ايه من الصبح؟ ده انت مسطول كنافه. انت فاكرك سكران طينه. مش يعني يا جدع بالراحه، وطي صوتك وطي صوتك. انت بتعمل ايه هنا؟ صدق بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يتفتح، مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف؟ ده انا افتح لك كده. افتح يا عم. خال ضايع، اول مرة اشوف خال فضيحة كده. ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجارة؟ معلش يبقى انا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجة. ولع. ايه ده؟ ايه؟ ده الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا. بس بقول لك ايه؟ مش بقى احسن من الدولة تصحى وتعمل لنا فيها المعلمة بجد. حاسب يا عم، حاسب يا عم. بقول لك ايه بقى؟ تيجي نقلع الجزم؟ ليه؟ الصوت. صح. أنا راح.
بركاتك يا حمدون. ايه ده؟ يا اهلا بالمعارك. معارك؟ هي الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة، اصحي 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 يا حاجة، اصحي. شربية في ايه؟ الحق يا حاجة، في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. يا ولاد خبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت من السحابة اشوف فيه ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي. يا ولية انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنة واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه. وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. امال اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا؟ ايه ده؟ ايه؟ انا فين؟ انت في اوضتي، في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك، يبقى انت هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك، يبقى انت هتودينا في داهيه. لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده، وانا كريمه قوي مع ضيوفي واحب اظبطهم. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنانك. يا رب، طب جرب تعملها كده. يا بنت اهمدي بقى، اهمدي يا ولايه شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انا لازم افهم، انا ايه اللي جابني هنا؟ حنتومه. حنتومك ده ايه؟ لا حنتومك انت. ده حنت امك. حنت امي، حنت ابويا. يا واد ده انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المرايه. ابص على نفسي في المرايه ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوسة ايه؟ بوسة ايه؟ يبقى انت هتودينا في داهيه، اوعي. يا راجل استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا مش عرفني ليه ده الحمام؟ اوعى يا بنت. طب استنى والنبي شويه. اوعى يا بنت. يا لهوي، ايه صوت الهبد ده؟ اياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه، تعمل لنا فضيحه. ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سي خميس يجي يعملها لي نصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه، انت بتوشوشي الباب. يا حاجه ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. يا شيخ بتعملي ايه هنا بيت؟ في ايه؟ انت بتعمل ايه هنا يا ابو سن؟ ضوية؟ ايه ده؟ انا بحلم ولا ايه يا جدعان؟ وطي صوتك، مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص.
انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك اتهجمت عليا. هات يا بنت المفتاح. مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب، هيسمعونا بره. هو انا زعقت دلوقتي؟ عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ هات يا بنت المفتاح بدل ما اكسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه، لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي، وواخده راحتي ولابسه عريان، والاوضه فاضيه علينا، والسرير مغري، الله 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 الله، والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق. كل ده وما حصلش حاجه. انت يا بنت المفتاح، اسمع الكلام، انت اتجننتي رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ لا انا كنت نايم في اوضتي، ايه اللي جابني هنا؟ يا معلم انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعينيا. انا كبرت وخرفت، مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجه ده؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟ لا انا كنت نايم في اوضتي، ايه اللي جابني هنا؟ يا معلم انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعينيا. انا كبرت وخرفت، مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجه ده؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. وطي صوتك بدل ما حد يسمعنا. وانا زعقت دلوقتي، انا زعقت. بس نفسك تزعق علشان يسمعونا بره وتفضحني. هات المفتاح ومش هفضحك. لا، اقعد معايا شويه. يا بنت اقعد اعمل ايه؟ اقعد اعمل ايه؟ فكر. هفكر وابقى اجيلك. افتحي بقى الباب. لا، اقعد شويه معايا. مش هتفتحي الباب؟ لا. افتحي بنت الباب. افتحي الباب. اموت في العنف. بقول لك كان معايا. خميس ما وصلش. ما وصلش ازاي؟ اذا كان هو اللي موصلني. اوعي بقى. طب استنى خليك انت اوعي بقى وسيبيني بقى. خميس في جلابيتي؟ هو فاكرني ايه؟ عبد من عبيده ولا صبي من صبيانه؟ انا المعلم هنا، وكل حجر في الحته دي يشهد بكده. هو في حد يستجري يدور شريط برشام في البلد دي اللي بيزني مني انا؟ انتوا اوعى ايدك! انا يركب عليا عيل سيس زي شفاعه، وديني اللي اكون خاربها وعلى الكل، وديني اللي اكون جايب عليها وطيها. بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك! انا مش عايز اروح، انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق، انا تعبان قوي. هات ازازه تاني يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. انت حسابني ولا ايه؟ اضرب يا معلم براء، بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص كلكم بقيتوا معلمين، ولا الصوت بتاعكم هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده. معاش ولا خلاص وقدام الناس كلها. بس معلش، وديني وايماني ما انا معديها له المره دي، وديني وايماني. لا اوريك يا نوح، هوريك يا نوح مين المعلم. انا ولا انت يا نوح؟ انا ولا انت يا نوح؟ سيبني انا، سيبني 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 سيبني.
وادي اللي حيلتي وطلعت بيه من الدنيا، واخد عكس ماشي فيها بضهره، عيل غبي ماشي عمال يلطش في عتمة ملهاش آخر وهيضيعنا معاه. بس انت زودتها معاه قوي يا سيد الناس. عاوزه ينشف ويبقى راجل. احنا في ايام ما بترحمش، والدنيا سنة اسنانها على الاخر، بتاكل اللي عظمه طري وتحلي بلحمه. وابن النوح ما ينفعش يبقى من دول، ده كبير السوق من بعدي، ده كبير السوق من بعدي، ولازم الكل يبقى تحت درسه. طب وخدامتك الغلبانه دي يعني مش ناوي تديها حته؟ يا بنت ما انت ليكي الكل، ما تطمعيش بقى. حته من السوق اكل منها عيش. متستعجليش على رزقك، التقيل جاي ورا. كلام ما باخدش منك غير كلام. الكلمة عهد، والعهد يمشي على كل الرقاب. والنبي انا اللي نفسي رقبتي تتلف باساور، اشم ريحه الدنيا بجد، مش هقضيها خدمه ومرمطه وقله قيمه. يا بنت هو في قيمة أكتر من قعدتك دي معايا؟ نتساير ونقول اللي طابع على الصدر. والنبي نفسي ادخل جوه دماغك دي اعرف ايه اللي بيدور فيها. تتوهي تتوه كان غيرك أشطر. يوه يا بنت أنا دماغي دي كلها سكك ومشاوير، ما فيهاش ميادين ولا علامات، حتى رصيفها لسه ما قالش أوانه. مش يمكن لما ادخل فيها اوصل؟ حاولي على الأقل تبقي خدتي شرف المحاولة. ماشي هنشوف. نشوف ما نشوفش ليه؟ ايه يا بنت الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده؟ قومي يا بنت عاوزين نشوف حاجة حلوة. سلام من عيني. ده عينه مني وده عينه مني وانا عيني منك انت، ده نفسه فيا وده نفسه فيا وانا نفسي فيك انت، ما ببصش لغيرك لا لا، ده انت راجل وسيد الرجاله، ده انت مقشش جوه قلبي، حتى تعالى بص تعالى، ده الناس كفه وانت في كفه، مكتوب لي من وانا في اللفه، ده انت الراجل اللي انا بحلم ينجز لي يوم الزفه، بشوش عليا ده انا
يا مرة واحدة خدني واحدة واحدة. نهار اسود، وما تفتكرش لو انت طلعت كده في رجالة كتير في الدنيا بس من نوعك مفيش، ده عينه مني. خد يا بنت، بنت يا سوريا، بنت يا سوريا، اي بنت يا بنت. ابوس ايدك، ده انا في ثانويه عامه، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايدك. بيتك هديت حيلي لك مش عناده وحدانيه ما صدق نيله يخرب بيته فاكر نفسه لسه. يا لهوي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في إيه بس يا ست مطر؟ وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي يا روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفاله الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش عنيا انا واحده نيه، دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه بيت. الله، لزوم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانزله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، واللي انتوا عايزينه انا اعمله. الله اهو سيبها راجع اهو. طب امشي. غوري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي نقول للمعلم، انا مش هسكت بقى. ها مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدوه هو مع اصحابه. لما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس، احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه او مع اصحابه. ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. لطفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه وكمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده قعدت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شادي بابا، حبيبي حبيبي يا ابني. شادي قول لي كل حاجه بصراحه بوضوح يا ابني. حبيبي رد علي يا حبيبي، اتكلم. شفت؟ اديك سالته ما ردش عليك. ابوس ايدك، اكيد حد ضحك عليه. عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما يعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق قوم له محامي زي ما قلت لك. بس حضرتك بتقول متلبس، يعني راح في داهيه، يعني مستقبله راح، يعني شقى العمر كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضه بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا هتلاقونا عيله كويسه قوي ملهاش علاقه بالحاجات دي. ابوس ايدك، ام ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد.
علي. بابا بابا بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيره جدا القانون بيكون له قلب يحس ويفرق. انا هخرج ابنك من الليله دي خالص، بس ليا شرط واحد. أمر سعادتك وأنا أنفذ. تاخده من هنا على المستشفى، تعالجه، تقعد معاه، تتكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه انه بعد كده ما يعملش حاجه تجيبه هنا تاني. شكل لسعادتك. انت هتعمل ايه؟ اتفضل اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في بوس الايادي في لحظه زي دي خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقتك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا باشمهندس. بس يا وليه يخرب بيتك هتفضحيني. والنبي واللي نبى النبي ما هسيبك لما اخد الحلاوه الكبيره. ليه يا وليه ان شاء الله؟ بقول لك حج وساب لي الاوضه وعمل زي ما تكون عقربه ولا دعته. امال لو كان بات كنت عملتي فيا ايه؟ ده شغل يا ست شغل، وانت ست العارفين. شغل ايه ده بقى ان شاء الله؟ بيتقل، بيرمي رمش ويسحب رجل. عليكي بقى انت تستغلي الفرصه وتوربي الباب. يا حنتومه ده انا مفندقه الباب على الاخر، عايزاه بس هو اللي يدخل كده ويخطي. مش قلتلك انه هيجيلك وجالك صح؟ صح. انا كلمتي ما تخيبش ابدا، هيجي وهيلين. عارفه يا حنتومه، طول الليل بفكر فيكي، بدعيلك، طلعتي قروبه. ايدك بقى على الحلاوه، ايدك على الحلاوه. يلا حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. والله مخسره فيكي يا حنتومه. اسرعي اسرعي. خلاص حنتوش منتوش طربوش منفوش. هات الكوز وسيبك من العجوز وهات الصغير المحير. الله. صباح الفل يا ست مطر، وشك ولا وش القمر. تلم يا بت. والنبي انا فرحانه لك قوي يا ست مطر. فرحانه لي على ايه يا اختي؟ على البال الرايق والميه رجعت لمجاريها. مفيش حاجه يا اختي رجعت لمجاريها، وكله من نبرك. يوه، يعني الحمايه طلعت بلوشي؟ بلوشي. يا لهوي، هو سبراء لسه برضو يعني؟ مش عارفه يا سوريا، كل ما يقرب مني جتتي تتلبش واحس ان انا كده راكبني يجي 100 عفريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نفس. انا عارفه بقى، والنبي ما تقولي الكلام ده قصادي احسن بخاف. اسمعي مني بس يا ست مطر، ايه الحكايه دي فيها إنة ايه بقى؟ اكيد حد عامل لكم عامل. تفتكري يا بنت حد يكون رابطه ولا عامل لي حاجه؟ ما هو حاجه من الاتنين، يا حد عامل له عمل مربوط بيه، يا عامل لك عمل ما تطيقهوش، وفي كلا الحالتين لازم يتفكوا. طب ونعمل ايه يا بت؟ انا اعرف واحده بتفك الرابط. لا يا اختي انا بخاف من الحاجات دي. اسمعي مني بس يا ست مطر، احنا هنجرب مش هنخسر حاجه. دوري الموضوع في دماغك، ولو تمام قولي لي وانا ادور لك عليها واجيبها لك من تحت قطيع الارض. امشي يا بت غوري من وشي، امشي. همشي. مالت يا بيضون، انت مش ملاحظ انك معطلني بما فيه الكفايه؟ وانت عارف ان الكوافير مستنيني جوه وعمال تلف وتدور بكلام ملوش لازمه؟ بالراحه شويه عليا يا نجمه سلولي. انت عارفه ان مصلحتك تهمني وانا جاي النهارده مخصوص عشان اوعيك. توعيني من ايه يا اخويا؟ الشغلانه دي انا سبتها خلاص، والمحل مش هرجع له تاني، وحتى البدل رميتها. جاي دلوقتي تبيع لي ان انا ارجع وتقولي الجوازه خنقه وقرف؟ انت مال اهلك؟ مين قال الجواز خانه وقرف؟ انا قلت؟ هو قال؟ انت قلتي؟ يا رمانة الجواز رضا وقبول، وانت عندك القبول وانا ما عنديش الرضا، يبقى الجوازه دي مش هتتم. اطلع بره يا ملط. بتطرديني؟ اي جو؟ ايوه جو، وناوي دلوقتي حالا قبل ما الم عليك الخلق واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. وانت عارفني كويس، بيني وبين الجنان هسه، ما تدوسش عليها انت. في شعرايه بين الجنان والعبط، حاولي ما تقطعيهاش.
انت عايز توصل لايه بالظبط؟ مش عايزك تخسري كل حاجه عشان شويه احلام عبيطه. انا جاي النهارده مخصوص عشان مصلحتي. مصلحتي ان اتجوز اللي انا بحبه. خميس مش هيتجوزك. اطلع بره بره. ماشي ماشي يا نجمه، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزنبوليطه. قول يا ابن الكلب. دوج اشيك. دوج يعني بوبي، يعني رمز الوفاء والامل، يعني الملط بيضون. سلام يا نجم. هو كل شويه برص الحيطه ده يجي يحرق دمنا ويسم بدنك يا ابله؟ الحق يا بيسا، ده بيقول لي الجوازه مش هتتم. قطع لسانه ده من قهرته يا ابله. انتي ناسيه كان بيحط في كرشه قد ايه من وراكي؟ ده ديته شبشب يلزق على الحيطه ما ينزلش تاني. والواد بتفتح الباب بالسيجاره. انا قلت امي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. اصل بصراحه شكلنا كان زباله قوي. شكلك انت يا اخويا الزباله، انا مالي، انا ماليش فيه. انت شربت ايه؟ كرتونتين بيره على ازازتين ويسكي على قرشين حشيش، ادي عيب الدماغ الخفيفه. ده على اساس ان انت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل ده انت اللي موصلني لحد باب اوضتك بايديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرق مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا مراتك دي ايه؟ يا ساتر، ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لما كانت بتتكلم كانت عملت فيا ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. بالذمه ما انتوش مكسوفين من نفسكم؟ وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه، يعني ما فيهاش حاجه اما الواحد دماغه تلف شويه. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبه. اذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. والله حتما انت لازم عينيك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربه تانية. معلش يا حاجه ما تكبريش الموضوع كده. ايه المشكله يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على اساس انت مظبط نفسك يعني. ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغي. حفله العمروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابت في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سن. كل سم وليه ترياقه يا حاجه، ويتوب علينا ربنا. عايز تجوزنا يا حاجه؟ ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري، اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه خفت على خدامتك مني ولا ايه يا حاج؟ ولا كلمة تانية هنسى انك ابني. كفاية سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها؟ من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك. تخاف على خدامتك مني، عايز تجوزني تاني. ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفحة زبالة، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته يا حاج قدام مصلحتك، وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله. مش كده يا معلمة؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح. انما الصح بقى انا عاوز اكبرك واخليك سير السوق ده كله، ولو صبرت عليا شويه يا واد كنت هتعرف انا عاوز اجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتاكد ان كل اللي في دماغك الوسخه دي زباله ملهاش اي اساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف ابعد من الكل، مش تتكعبل على اول سلمه وتضبط زي لعمه في وسط الزحمه. الجوازه اللي بقولك عليها دي هي اول السكه. انت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفله مهمه.
حفله ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه. كله دور. ماشي. ثانية واحدة. على فين يا جوز؟ ثانية واحدة يا قاهرة. ايه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض يعني كانوا نزلوا وانت مش موجود، عارف افندينا كان ممكن يعمل فينا ايه؟ مش عبال ما طلعت العربية وغسلتها وفولتها؟ ماشي يا مطلي، ماشي. يلا روح قول لهم ان احنا جاهزين يا اخويا. انا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربية، اوعى تحكها. هيبقى شكلك ايه لما اسيبك وتقول لقلبك ايه عن حبيبك. هيبقى ما تخلص بقى يا كرامه، هي اصلا متلمعه. لازم تحطي بصمتك يعني. ماشي. هيبقى شكلك ايه لما اسيبك تقول لقلبك ايه عن حبيبك. هيبقى شكلك ايه لما اسيبك. انا زي ما انت شايفه كده عندي شغل. ادعي لي بقى. ايه رايك يا كرم؟ حلو. يا بنت العسل. تيجي معايا ازاي؟ انا رايح شغل. ينفع؟ ينفع؟ ما هي القعده في البيت تزهق. طب نعمل ايه؟ انا بكره هخرجك اوديك الفيشاوي عند الراجل ابو عود وافرجك على الاجانب اللي انت بتحبيهم. ماشي؟ لا راح فين؟ بكره النهارده الاجانب اجازه. بيعذب. انا مش عارفني، انا تبت مني وانا مش انا. محمد رسول الله عارفها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتبارك يا حاجه. اقعد يا حبيبي لما ارقيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد جاهز يا ومن خميس؟ شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. تسلمي لي يا حاجه. جاهز يا خال. ابو سن. نتبارك يا حاجه. مش هوصيك، الليله تفرق معانا كتير وممكن تبقى بدايه خميس. ما تقلقيش، طمني يا حاجه، كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. اتفقتوا على ايه؟ هو انتوا عاملين مؤامره؟ مفيش يا ابو جمعه، وراك اهو، ادعي لنا يا حاجه. مع السلامه. يجعل لكم في كل خطوه سلامه. ادعي لي انا يا حاجه. يجعل لك في كل خطوه سلامه يا خميس يا ابن بطني. يا رب استرها معانا يا رب. يا رب استرها معانا. اتفضل يا فندينا. هنروح مشوار الاول يا خاله من الحفله. مشوار ايه اللي هنروح يا خميس؟ اقول لك. بالاذن ثواني. عم زغلول. مين؟ عم زغلول. اهلا. ازيك يا فنديل؟ الحمد لله تمام. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. كنتنا اخبارها ايه؟ نحمده ونشكر فضله. احنا كنا فين يا ابني؟ كنا فين؟ ربك لطف بينا على الاخر. الحمد لله ما انت كريم يا رب. طب هي مش محتاجه حاجه؟ مستوره الحمد لله يا ابني. ما يلا خميس تاخرنا. يلا يا خاله اهو جاي اهو. طب يلا يا ابني شوف مصالح. ماشي. السلام عليكم. اتفضل يا عم زغلول. الله يكرمك. السلام عليكم. اتفضل يا راجل بركه. راجل بركه. يا لهوي على نظراتك. عسل يا متني. يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفله؟ اوريك يا خال. اركب بس اركب. خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك من حروفك. سلام يا معلمي. ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح؟ وابتدى المشوار. يا خوفي يا خوفي من اخر المشوار افندينا. يلا يا رمانه.
اول مره الحلو يكمل. بجد يا خميس؟ يعني عاجباك؟ عجباني. القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة. بموت في كلامك الحلو يا خموستي. أنا اللي بموت في كل حاجة. بحبك يا خميس. وأنا بحبك يا رمانة. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي نخلع من الحفلة ونقضيها. الخال والد. مش بتقولي خالك مستنيك؟ يلا بقى بطل دلع. طب انا بعت اجيب المعزوم. طب نخلص من مشوار الحفلة الأول. ماشي. اتفضلي يا ملكة. يتوب علينا ربنا. يلا بينا. انت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشية بالمعقول. يا دنيا. الله. يا دنيا. الله. Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일. يا رمانة مالك؟ قدرت؟ لا شوية يعني مش عارفة عادي كده. عادي. أنا من ساعة ما دخلنا أنتوا مش على بعض خالص. يكون في حاجة مضايقاكي. لا طبعا مفيش حاجة. أصل أنا يمكن مش عارفة آخد على الجو. جو إيه؟ مفيش جو، وهي غورك البدل والفساتين. كل ده شمال. اوعي يكون الشيطان ضحك عليكي وتهيألك ان انا نسيت. لا، انا فوتها بمزاجي قصادهم وقلت لنا ركن نتحاسب فيه. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا كان ذنبي ايه؟ هو انا اللي كنت خدته من ايده وقلت له يروح يشرب الهباب اللي خلاه مش عارف يمينه من شماله؟ ولا انا اللي كنت سحبته من رقبته ودخلته عليا الاوضه وانا واخده راحتي على الاخر؟ يا حاجه خليكي منصفه. انصافي ليكي ان انا سايباكي على ذمه اخويا لغايه دلوقتي ومخليالك نفس في الدنيا وعازه في البيت. امشي عدل وما تخربيش على روحك. خضتيني.
ايه على طول ضدي؟ ليا ذنب ماليش ضدي؟ بقولك ايه، ما تروحي تكلميه احسن. مياستك ومرقعتك عليه في الأوضة وصلتني، ولا تكونيش يا بنت فاكرة إن أنا نايمة على وداني. مياستي ومرقعتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. عينيكي فضحاك يا روح أمك. بقولك إيه، لمي نفسك، لا تبص تلاقي روحك مرمية في الشارع زي قطط البلدي. عارفة القطط البلدي؟ نياو. خميس، انا في كلمتين واقفين في زوري مش قادر ابلعهم. اشرب لك شويه ميه وبلعهم يا خال. انا ما بهزرش. ولا انا. قصدك ايه؟ رمانه مش كده؟ سايب النوع وابني بيقسموا على تقيل وانت داخل ساحبالي في ايدك. كان لازمته ايه تجيب حفله زي دي؟ عشان انا عايز كده يا خال. هات يا جمايل يا رب. بسم الله ما شاء الله، فريدة بتحلو كل يوم عن التاني. انت كنت مخبيها عننا ليه يا باشا؟ ولا مخبيها ولا حاجة، كانت مسافرة بره بتدرس كيمياء عشان تنفع أبوها. وبراءة كمان، الواد اللي فاضل لي بعد موت أخوه غريب الله يرحمه هو اللي ماسك كل شغلي، وكل اللي حيلتي هيبقى ملكه بعد ما أموت. ربنا يديك طولة العمر يا معلم. الله يكبر بخاطرك يا باشا. اشرب يا معلم. اتفضل يا باشا. صحتك يا معلم. خميس، خميس، شايف الشغل على اصوله؟ خليك انت يا اخويا لازق جنبها. يتوب علينا ربنا يا خال. خميس، هو انت يا اخويا تعرف صاحب الفيلا دي كلها منين؟ المصالح بتتصالح. المرض؟ خميس، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا اصلي انت ايه؟ مالك يا رمانه؟ بصراحه كده عايزه امشي. تمشي ليه؟ اما انا سعادتك رمت الكل ورا ظهرها عشان خطوه. الدنيا دي ضيقة قوي، كله منفذ على كله. يا بس ايدي عشان ما اقولش. ولسه هتبوس اكتر. اللي تؤمر بيه سعادتك تحب ان انا ما احبش. هي هتجيلك وتطلب شغل، ساعتها هطلب اللي انت عايزه. سعادتك ناوي؟ من امتى يا مالت بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ انا اسف سعادتك، نسيت. بعد اذنك. ممكن اتكلم مع سعادتك كلمتين؟ اتفضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي تنحنحي ولا اعملي اي حاجه كده، هقطع الخلف. خطر.
وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبونه اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجه. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخه اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ طب تعالي نخش اوضتي احسن البيت ده مليان ودان. يا خال، تحب تمشي انت كمان؟ وانا عاد ليا راي في حاجه؟ الله الله الله، ايه الغميان اللي مغمقوا علينا ده؟ دي حفله. بقول لك ايه، ما تقوم تشوف لك حاجه كده تبسط روحك. النبي قول لي، عملت ايه مع العمروتي مشوار الشغل بتاعنا؟ كله متظبط. النوح مش ناوي يعدي الليله من غير ما يكسب. سيبه يزيط يا خال، ولا حاجه. خميس، ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا؟ ايه مالك يا رمانه؟ ابدا ما فيش يا خال، انا اصلي اتخنقت شويه، حاسه كده ان انا يعني قلبي اتقبض من المكان بصراحه. ومن سمعك والله يا بنتي. ما تهدوا شويه يا اخوانا كده، ايه الغمقان ده؟ اصبروا كده اما يفتح البوفيه ونشوف ايه وناكل لقمه. هو بيفتح الساعه كام؟ شفت بقى انك مش عايز تمشي. ما تلف سجاره يا خال. ماشي خلاص، ما دام الدكتور قالك تسيبك من موضوع الخلفه سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ خايفه من وليه الحربايه اللي بره؟ خفيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها، عايزه تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها، واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بت هو انت عفشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا، كلام الدكاتره يا خايبه بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس انا عندي فكره غير موضوع الدكاتره. انت هتقولي لهم انك عايزه تروحي بكره الصبح للدكتور، وقال ايه عايزه تاخديني معاكي. طبعا هم هيستغربوا، عارفين انك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي العقل. لا انا اقول انت ما تعمليليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي، هيقوموا برضو يستغربوا وعارفين ان انا ما بطيقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا ما تقوليليش انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام ألف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي. ويا خبر النهارده بفلوس، بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي، انت عليك حركات مستفزه. يا ابني ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل. سلام.
براءة النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني نقرا الفاتحة يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ سمي يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق 3. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. أنا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع، لا، وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى لحد ما البضاعة تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعة المتباعة، لكن علمت عليه. صحيح ابن ضاوية يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى يا واد. ستوب. بسم الله يا رمان. بالهنا والشفا. شلبي أمرني. حاجة ساعة للنجمة بسرعة. اعتبره حصل يا برنس. يلا يا بنات، يلا بروفا مع بوسي على الستيج علشان انتوا كلكم في الرقصة بتحدفوا شمال. اظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي وانا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس أنا أكرم منك ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا ملط. أنا ماليش في الغصب وأنت اللي اخترت. القصد انا جاي اسالك سؤال واحد. قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة، اشبكي إيدي في إيدك كده، وشبكة ال10 الكرام دول ومليكة عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد، انا ما بقيتش اكل من الكلام ده. اسمع بس اللي انا جايه اقوله لك. أمورين. الباشا قال لخميس ايه؟ الحاجة الساقعة اللي متكتكة حصلت لنا البركة. بالريق يا نجم. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتهدفوا شمال. الناس اللي قاعده على اليمين تعمل ايه؟ يروحوا؟ يا ماما الايقاع تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحده نخليها ناحيه الشمال، نارين يبقى شمال ويمين. من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع. محل اكل عيش. شلبي أمرني. اظبط لي الزوايا. باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر من عينيا. يا نعم يا حاج. شربيه بتقول انك عايزاني. قالوا لي انك هتاخدي كرامه للدكتور. غلبانه. حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خراشي يا حاجه. اقرب مش عاجب، ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني. ماشي يا شو، روحوا بس ما تعوقوش. من عينيا. شو. نعم. خدي بالك من البيت.
خلاص مش قادره، دماغي هتنفجر من كتر القرايه. الألم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي؟ تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه؟ ده انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينامنيش طول الليل. طب استني بس ما نقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خدي انت كفايه عليكي نص حبايه. بس اوعي شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ خلصي هاتي قبل ما حد يشوفنا. ترامادول؟ ما قاليش، مرضيش يريحني. غريبة اللي انا شفت في ايديها يعني لا دبلة ولا حزنون. وبعدين ازاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصتوا الشاي يا معلم؟ تسلم ايديك، شيليه. بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهرة زي دي تترقص مع كل واحد شوية؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت، اقعد. وادي الحجر. بنت يا سوريا، نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عينيا. بس البت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحة مقشرة. هتقول لي انا قصدي على فريدة بنت العمروطي. ما انا عارف يا عم انها فريدة بنت العمروطي، عارف. البت دماغها عالية قوي يا حاج. ايوه. ضريبة قراري. هي عالية قوي قوي قوي، بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على اسنانها. مش سهل، صعب قوي. البت دي ب7 ارواح. ضربت مني السيجارة وقامت هاتك يا رقص لغاية ما هدت حلق امي. انا حاسس ان الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سنه. حلاوتك يا معلمه في جو ميم الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم. مش بقول لك انك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار. سيبني اقوم بقى عشان عندي مصلحه. خليك مرزوع لغايه ما تشوف لنا صرفه. صرفه فيها يا حاج؟ انت مش قلت انها خارج بيت؟ بس انا خايف لا يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو ايه اللي في بالك يا معلمه؟ ما تيجي يا بنت يا سوري اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. الحجر عندي صح. سلامة الشوفة يا معلمة.